في ناس بنشوفها بقلوبنا مش بعينينا، والغريب إن القرب عمره ما كان بالمسافات، ولا بعدد المرات اللي بنتقابل فيها، ولا حتى بطول الكلام اللي بينا. في ناس قاعدة جنبنا كل يوم، لكن بينا وبينهم مدن من الصمت وجدران من عدم الفهم، وأحيانا كمان بتبقى المسافات أكبر بكتير قوي من أي سفر. وفي ناس بعيدة في المكان، بعيدة في الظروف، ويمكن ما بنشوفهاش إلا قليل قوي، لكن أول لما بتيجي على بالنا بنحس إن روحنا عرفت طريقها ليهم. لأن في أشخاص كده حضورهم مش محتاج مكان، وجودهم بيتسكن جوانا، جوا روحنا، بيلمسها. الناس اللي بنشوفها بقلوبنا بنحس دايما بيهم حتى وهم ساكتين، بنفتكرهم فجأة من غير سبب، ونلاقي قلوبنا بتدعيلهم قبل ما نكلمهم. يمكن علشان القلوب ليها لغة مختلفة، لغة ما بتعرفش المسافات، ما بتعرفش الحدود، ما بتعرفش الأماكن. وعلشان كده مش كل اللي جنبك قريب منك، ولا كل البعيد غايب عنك. أوقات شخص بينك وبينه مسافات طويلة جدا، لكن أول واحد بيفهم وجعك، وأول حد بيلاحظ تغيير نبرة صوتك، وأول حد يحس إنك محتاج كلمة، حتى لو قلت أنا بخير، أنا كويس، اطمن، ما تشغلش بالك. أما بعض الناس اللي حواليك ممكن يشوفوا ملامحك كل يوم، لكن عمرهم ما شافوا قلبك. علشان القرب الحقيقي مش إن حد يكون قدام عينيك، القرب الحقيقي إن يكون جوه روحك، وإنك تفتكره وتبتسم وتقلع عليه لو اتأخر، وتفرح لفرحه كأنه فرحتك، وتدعيله كأنه جزء منك. في ناس المسافة بينهم وبينك طريق، وفي ناس المسافة بينك وبينهم نبضة قلب ولمسة روح. وعشان كده ما تستغربش لو لقيت شخص بعيد عنك بمراحل، لكنه بيكون أقرب لقلبك من ناس كتير بتشوفهم كل يوم. علشان بعض الأرواح ما بيجمعهاش مكان، بيجمعها شعور، بيجمعها إحساس.